السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين ومتابعين قناة يوميات صادق حجازي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تيسر بها امورنا. اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فيها تيسير للامور وتفرج للهموم. فاللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يوم جديد بفيديو جديد هنشوف فيه مكونات ومواصفات وسعر موتوسيكل تي في اس. موتوسيكل تي في اس زي ما حضرتك شايف كده على التانك. يعني ايه تي في اس؟ دي شركة هندية في الهند نزلت لنا المنتج ده، اللي هو موتوسيكل موتور 150 سي سي على كتينة. موتوسيكل هندي، موتوسيكل ناعم جدا، موتوسيكل شديد على الطريق وملوش صوت خالص. ناس كتيرة كانت بتتصل عليا الايام اللي فاتت دي، ناس كتيرة كانت بعتالي على الاخضر وبتقول لي عندك تي في اس. بفضل الله تعالى نزلت امبارح تي في اس باكم امامي وخلفي وتيل امامي وخلفي، يعني عندي الاثنين. ما تسرعش الفيديو، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة واتفرج على الفيديو من البداية للنهاية. هتعرف مكونات الموتوسيكل ايه، وهتعرف مواصفاته ايه، وهتعرف الأهم سعره النهاردة عامل كام بتاريخ 10/10/2023 في معرض الباجور، مركز الباجور، محافظة المنوفية، عند أخوكم صادق حجازي. طبعا أرقام التليفونات أنا بسيبها في الوصف، أي حد عاوز حاجة أنا تحت أمره اتصل بيا وأنا تحت أمره. متاح التي في اس الباكم ومتاح التيل. اللي قدام الكاميرا ده باكم أمامي وخلفي. يلا نخش نشوف مواصفاته ايه ونشوف سعره كمان عامل كام. اول حاجه طبعا زي ما احنا متعودين بنشوف المحرك او الموتور. الموتور موتور هندي، الموتور 150 سي سي، منافله ومارش، مخرج واحد للشكمان ومخرج واحد للبيجو زي ما حضرتك شايف كده. موتوسيكل جميل جدا، موتوسيكل بقى عليه اقبال وعليه طلب، لان كل اللي ركبه وكل اللي اشتراه بيشكر فيه، سواء في السرعه بتاعته وثابت على الارض، وسواء في صوته ونعومه الموتور ومفيش خشونه في الموتور. ادي الموتور من الناحيه الثانيه اهو، موتور هندي مكتوب عليه تي في اس على كتينه طبعا. ده اكسدام راكب على الشاسيه في وش الموتور، وشاسيه استيراد هندي. دي عصايه الغيارات اللي هي 5 غيار، دي الدواسه، حماله دبوس وحماله وسط. علبه الجنزير اللي هي الكامله، علبه الجنزير اللي هي كامله. طبعا اللي متابعني واللي بيسمع ريفيوهاتي بيعرف ان دي ميزه من المميزات، ان حضرتك لو حد راكب وراك لابس جلابيه، سواء المدام او سواء واحد صاحبك ولابس جلابيه، بيبقى خطر ان طرف الجلابيه يخش في الجنزير، وده بيعمل كارثه. علبه الجنزير كامله زي ما حضرتك شايف كده. فردة الكاوتش الخلفي اهي. فردة الكاوتش الخلفي يا جماعه مش عاديه، فردة الكاوتش الخلفي من اكبر مصانع الكاوتشات في الهند، من اكبر مصانع الكاوتشات في الهند. ادي فردة الكاوتش الخلفي. طيب عندي الشكمان الجميل جدا اهو، شكمان واحد، الشكمان جميل جدا اهوت. عصايه الفرامل الخلفيه اللي هي دي اهي، والفرامل الخلفيه على سيخ على تيل، الفرامل الخلفيه على سيخ على تيل. طيب امال انت عمال تقول باكم 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 يا جماعه امامي، باكم امامي، لان التي في اس نازل منها باكم امامي وتيل امامي. الباكم الامامي اهو، الباكم الامامي اهو، فرامل الامامي باكم بيبقى نازل منها باكم امامي وتيل امامي. طيب فردة الكاوتش الامامي اللي هي ديت اهيت، ودي النقشه بتاعته، وده الموتوسيكل من الامام اهو، فانوس امامي وراكب عليه بربريز من شركه تي في اس، اشاره شمال واشاره يمين زي ما حضرتك شايف كده. 2 مساعد امامي اللي هم دول. الطاره بتاع فردة الكاوتش الامامي اللي هو ده. وزي ما قلت في الكاوتش الخلفي ان الكاوتشات دي يا جماعه من اكبر شركات كاوتشات في الهند،
يعني كاوتشات جميله جدا. 2 مساعد امامي اللي هم دول، و2 مساعد خلفي اللي هم دول. طيب هنشوف التانك الجميل جدا، تانك مكتوب عليه تي في اس اللي هي اسم او اختصار للشركه. الشلته الجميله جدا، عرضها ميزه من مميزاتها، عرضها ما يقرب من 38 سنتي اللي قدام حضرتك ده، بيبقى مريحه في السواقه لو ماشي مسافات بعيده. عرض الشلته بيبقى حاجه ميزه من مميزات الموتوسيكل. الشبكة الخلفية اللي هي الشبكة في مستوى الشلتة، لو راكب وراك 2 راكب وراك 1 وراكب وراك 3، ما بيبقاش واحد عالي وواحد واطي. ده الموتوسيكل من الخلف اهوت، فانوس خلفي واللي هو ستوب وإشارة شمال وإشارة يمين والديل بتاع الفانوس. طبعا التانك البيضاوي مش المطاول، وبيخلي حضرتك وانت سايق قريب للجدون، فبيعمل استقامة في الظهر وبالتالي ظهرك ما يوجعكش. هنخش في الجدون الجميل جدا، الجدون المرتفع اللي هو واخد زاوية قايمة، جدون ماهوش ان انت المسطرة اللي انت مكفي عليه. عندي كتلة يمين اللي هو ده، وعندي كتلة شمال اللي هي دي، مقبض يمين ومقبض شمال. كتلة اليمين مارش ونور عالي وواطي وبطال، كتلة الشمال تلاكس وإشارات شمال ويمين وزرار للشفاط بترفعه من الجدون بدل ما ترفع الشفاط من تحت، بترفع الشفاط من الجدون. المقبض اليمين ده فرامل الأمامية وهي فرامل الباكم، وده الوعاء بتاع الزيت بتاع الباكم. المقبض الشمال ده الدبرياش اللي هو الغيارات، 5 غيار بتاع الموتوسيكل، 2 مراية. وطبعا المرايات بتاع الموتوسيكل الهندي مش زي مرايات الموتوسيكل الصيني، بتبقى مختلفة زي ما حضرتك شايف قدامك كده بالكاميرا بالظبط. انا بحاول بقدر الامكان ان انا اصور لك الموتوسيكل من كل الاتجاهات ومن كل الزوايا، عشان حضرتك وانت قاعد في مكانك وانت قاعد في وظيفتك وانت قاعد في بيتك وبتحدد تشتري نوع ايه، وبتحدد عاوز اعرف مواصفات الموتوسيكل ده قبل ما اروح في المعرض عند صادق، بفتح الفيديو من البدايه للنهايه بس ما بسرعهوش، هتستفاد منه على الاقل بشكل الموتوسيكل، بالمكونات، بسعر الموتوسيكل عامل كام، بتاريخه. ادي الجدون اهوت، العدادات العاديه، عدادات عاديه مزوده بوصله يو اس بي، كونتاك 2 مفتاح، مزوده بحامل للموبايل، مزود التي في اس الباكم مزود بحامل للموبايل اللي راكب هنا في الجدون، يعني مزود بوصله يو اس بي ويحامل للموبايل بتاع حضرتك. ادي الموتوسيكل اهو، ده الموتوسيكل اهوت جدون. طبعا احنا عملنا ريفيوهات عليه كتير، ولكن بقاله فتره انا مخلصه، وناس كتيره كانت طلبتني ان انا عاوزاه تشتريه يعني من محافظات بعيده. واول ما جبته امبارح قلت اعمل ريفيو، وقلت اعمل ريفيو على اللي هو الباكم، لان ناس كتيره كانت بتسالني عن الباكم وما كانش موجود. متاح فرامل امامي باكم، ومتاح فرامل امامي عاده، متاح فرامل امامي باكم ومتاح فرامل عادي. طيب الموتوسيكل ده موديل كام؟ يعني حضرتك عاوز تعرف الموتوسيكل ده موديل كام؟ موديل 2023، موديل 2023 ده الموديل. طيب سعره كام النهارده يا صادق عشان ننجز ونيجي نشتري او ننزل اي معرض ونشتري منه؟ سعر الموتوسيكل ده النهارده عامل 37400، 37400. سعر الموتوسيكل ده النهارده عامل 37400، اللي هو موتوسيكل تي في اس هندي 5 غيار، فرامل اماميه باكم. تاني عشان اللي بيفوتوا كلمه او بيفوتوا حرف، نبقى على قدر المستطاع ان انا قدرت اوصل المعلومه لحضرتك. الموتوسيكل اللي قدام الكاميرا ده اسمه تي في اس، شركه هنديه، موتوسيكل جميل جدا، موتور 150 على كتينه، فرامل اماميه باكم، فرامل خلفيه عاديه، متاح منه الفرامل الاماميه العاديه. طيب موديل كام الموتوسيكل ده؟ موديل 2023، موديل السنه يعني. طيب سعره كام الموتوسيكل ده؟ 37400.
37400. طيب نيجي لك فين يا صادق؟ محافظة المنوفية، مركز الباجور. اسم المعرض معرض الباجور، أمام موقف مصر. العنوان ما بيتوهش، وناس كتيرة من المحافظات بعيدة جدا جولي هنا وشرفوا المنوفية كلها. وكان عندي امبارح واحد اسمه الأستاذ عباس من بني سويف. الأستاذ عباس من بني سويف كان بياخد موتوسيكل اسمه يوكي حوا. شرفني الأستاذ عباس امبارح، ولكن ما قدرتش أعمل معاه لقاء لأني كنت تعبان شوية، وكان بيشتري موتوسيكل يوكي حوا. فأي حد من محافظة قريبة أو بعيدة يشرفني، وده هيبقى شرف ليا طبعا. أو تسمع الفيديو من البداية للنهاية وتشتري من المكان اللي يريحك أو المكان اللي يوفر لك جنيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتدعموني بلايك وكومنت جميل منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.